بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. حطوا اللايك، اوعوا تنسوا اللايك. اهلا بيكم في قناتي يوميات ام يحيى، روتين مسائي في عز التلج. يعني بصوا مرصرصه. بصوا المواعين هنا الحمد لله يعني شهد عاقبتها. هي بقى لها 3 ايام بره، يعني او نقول ايه يومين. يعني راحت عند عمتها هي وهنا يومين، وانا كنت متدبسه غسيل ومواعين واكل ونشير بقى. طب اقول لك ايه، النهارده تغسلي المواعين. غسلت المواعين زي ما انتم شايفين كده، بس ما رضيتش تغسل البوتاجاز. يرضيكم حد يعمل كده؟ فاكرين زمان كانت امنا تقول لك ايه، اللي يعمل جميل يتم لما تموت. يعني حتى دلوقتي احنا نقول لهم كده مفيش. وهنا بقى عندي الترابيزه زي ما انتم شايفين بقى مواعين. طبعا لو انا اللي بغسل المواعين مش هعمل المنظر ده، يمين وشمال وفوق وتحت. وهنا بقى هنتعشى كده عشاء خفيف. طلعت الفول ده انا مدمساه هنا في البيت، يعني ده تدميس بيتي. وجبت كده بطاطس وخيار وجزر على قد العشوة، لاني مش بحب اشتري الصراحة من السوق اللي هنا حاجة الا يوم الجمعة. وجايبين جالنا بقى هنا برتقان وموز هفضيهم، وهرص المواعين النضيفة، وهغسل البوتاجاز طبعا معفن. يعني بصوا، وده كان بقيت اكل يعني طولي. فبصوا بقى منظر البوتاجاز ما شاء الله يعني زي الزفت. بقالي يومين مكسله عليه. جو برد، وبدخل زي ما بقول لكم بعمل كل حاجه لوحدي، فبغسله بقى الصراحه كده اي كلام. وبرضك دلوقتي مش هدعك العيون، لا اما هشوف يعني دعكتها ما دعكتهاش بقى هي ونصيبها معايا. وهغسله عشان طبعا لسه هنحمر بطاطس وكده فهيديها تاني. واشيل المواعين النضيفه ونرص البرتقال والاستفندي. يلا بينا على الروتين المسائي. انتوا معايا ولا فين؟ اشيل بقى الحاجات دي كلها هتنزل تحت على الارض، لان دي حاجات المطبخ. هنزلها كده وهقعد بقى ايه على الارض. وتجيب كمان اللي على البوتاجاز نحط كده في الارض، ونجيب الطبق الجميل بتاعنا. عشان ايه ده؟ انت اللي جابك هنا؟ بصوا بصلايه. نحط بقى البرتقال بتاعنا هنا كده عشان بقى اشغل لكم الليد. ايه رايكم بقى؟ الصراحه الجو تلج قوي قوي قوي. يعني بصوا ما شاء الله، يعني كله تحت البطاطين. عايزين بقى نقوم كده. طبعا لسه بدري ان احنا بقى نقول ايه، نعمل المطبخ دلوقتي. الناس كلها نازله على الفيديوهات روتين عشان لسه يا جماعه شهرين. يعني انت هتقعدي شهرين تنفضي. بصوا الموز، بصوا بتفتفت. يعني لسه شهرين هتنفضي وتعملي من دلوقتي. لسه بدري. ربنا بس ان شاء الله كده يبلغنا واياكم ان شاء الله رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. نحط بقى الموز ونروح نشيله كده مكانه كده. ونيجي طبعا مفيش مواعين، هنخش على طول على البوتاجاز. بقى شاي بقى على كبريت، مش عارفه في ايه. يعني كنت بجيب الكبريت ده عشان اولع بيه الفرن، دلوقتي بولع بيه البوتاجاز وببهدل الدنيا. يعني عايزه اقول لكم الكبريت ده مش مصيبه. يعني الارض والبوتاجاز والمطبخ ايه ده. جبت لكم بقى كده ايه احسن. بصوا بس هنا كده شايفين، قعدت 3 ايام بصوا متواصلين كده مع بعض ورا بعض. اسفه ريحته جامده قوي. اشيط اللبن. جوزي يقول لي ايه، هو انت كل يوم؟ قلت له والله مش عارفه في ايه، يعني صدفه غريبه. يعني 3 ايام ورا بعض. اسيبه بقى ده كده منقوع ريحته جامده. نخش على العيون. بصوا بقى البخ اللي انا رشيته اللي هو الكلين ده بجيبه من مايويل.
مش باور، ده اسمه كلين. بصوا بقى، غسلت العيون. بصوا بندم ان انا سبته للدرجه دي. يعني عايزه اقول لكم ان انا قعدت نص ساعه ادعك في الاربع عيون. خلص بقى كده البوتاجاز. دلوقتي بقى هعمل الرخامه. انا خلاص خلصت البوتاجاز، وكمان غسلت الحوض، وكان في كده شويه حاجات عملتها. دلوقتي بقى هحضر الحاجه اللي هستخدمها في العشاء، وهنعمل كده حاجه حلوه. بصوا بقى هنا يعني هاخد البطاطس اللي انا عايزاها والباقي شيلته، ومعايا الخيار والجزر ده، وهجيب بقى طماطم، وهنجيب فلفل كمان. دلوقتي بس هلمع الترابيزه بتاعتي اصبنها، علشان حابه ان انا هعمل صينيه كيكه. طبعا الكيكه انا هاخدها معاكم كده سريعا سريعا، لاني عملتها معاكم كتير فعشان متزهقوش مني. بس انا المره دي هعملها تايجر. يعني شهدي فاجئتني وانا بعملها، لا يا ماما طب مفيش كاكاو؟ ده كاكاو حبه قليلين. قالت لي مش مهم بس اعمليها تايجر. المهم هنا بقى جبت الصينيه ادهنها زي ما انتم عارفين بالماده الدهنيه اللي هي زبده. وكذا مره اقول لكم احسن حاجه تبطني بيها الصواني بتاعتك هي الزبده، بالذات لما تكون طالعه من الفريزر او من التلاجة. اول حاجه بحب بقى ابدا بيها ببطن الصينيه بتاعتي وبولع الفرن بتاعي. وبعد كده لان هي اصلا الكيكه 5 دقايق بالظبط بتبقى عامله احلى صينيه كيكه. حضرت بقى هنا الحاجه وضربتها في الخلاط وهنزل بيها. هنا بقى في اللحظه دي شهدت لا اعمل لنا بالتايجر، فجبت بوله تاني علشان خاطر نقسمها. انا اخدتها معاكم كده ايه سريعا سريعا عشان ما تزهقوش. شايفين هنا ان قولوا معايا ان الكاكاو لونه فعلا فاتح. فمش مهم بقى، المهم ان هم حبوا يعني ان هي تبقى تغيير. كل مرة بعملها بالزبادي وساعات باللبن عادي يعني فانيليا، فهم بقى قالوا يا ماما لا عايزينها ايه تايجر. وهنكمل بقى الروتين المسائي في عز التلج. عايزه اقول لكم ان انا كان بالنهار الجو فيه يعني شمسية كده، وما كنتش قادرة خالص وكسلانة وقاعدة في السرير، مش هكذب عليكم. بعد كده بقى لما شهد خلاص زي ما قلت لكم في اول الفيديو المواعين، حسيت ان المطبخ كده زايط ولايص، نضيف على وسخ والبوتاجاز. لا لا انا هقوم انا بقى رحت مشمره، ويلا بينا على الروتين المسائي. وزي ما انتم تابعتوا معايا في اول الفيديو. هنا بقى بصوا الكيكه بحب اعمل لها كده تموجات كده عشان تدينا كده شكل حلو. زي اكنك كده واقفه تلعبي شويه، اعملي يمين واعملي شمال، في الاخر بتطلع كده شكل كده حلو بيفتح النفس. هندخلها بقى الفرن بتاعنا. طبعا الفرن الكيكه عودي نفسك لو انت معاكي الفرن الكهربائي بكون مسخناه مسبقا فوق وتحت عادي على 180. بس اول ما باجي احط صينيه الكيكه بفصل اللي فوق بولع تحت بس، وبخليه على 180 لمده 10 دقايق او ربع ساعه، وبعد كده بشغل الاتنين. ده ناس كتير ما بتعرفش تستخدم الفرن الكهربائي في الكيكه. دي احسن طريقه الصراحه، وبيطلع معايا الكيكه وتحفه. هغسل بقى المواعين، الاطباق بقى اللي طلعت من الكيكه، ما هو انا لازم اغسل مواعين. ما هو بص مفيش يوم يعدي كده من غير ما ست البيت تغسل مواعين. هم شويه الصراحه صغيرين، حاجه الكيكه تعتبر وطبقين كده شهد جابتهم لي. كنت عامله فنجان قهوه لبابانا، فكله بقى كده على بعضه هغسله واشطفه. وانا كده خلاص غسلته وهشطفه معاكم، ونكمل الروتين بتاعنا. وروتين كده حاساه بعد الكسل كان بقى في نشاط كده ما شاء الله. هنا المطبخ بتاعي رجع لقواعده والمواعين على بعضيها. دي طبعا لسه مغسولة، التانية خلاص اتشالت. والبوتاجاز بقى يزغرط كده وبقى منور. والخضار هاخد اغسله بقى. جبت الطماطم وجبت الفلفل وجبت الجزر، هطلعه الاول اقشره عشان خاطر طبعا اغسله على النظافه. وهنا هقشر بقى البطاطس. عايزه اقول لكم ان البطاطس ما شاء الله جميله ورخيصه. تحفه الصراحه. يعني السنه دي الحمد لله مفيش ولا مره جبناها وما طلعتش تحمير، ما شاء الله عليها. بالذات كمان البطاطس اللي انا بقشرها قدامكم دي اللي هي الرملي، عايزه اقولك ان هي بهدلت لي الترابيزه خالص. رمل كلها كده رمل ما شاء الله، بتبقى مخروشه وما بتشربش زيت. وما بتيجي تطلعيها يعني كمان، يعني لو ساعات بحب ان انا اديها نص قليه وارجع اشيلها شويه يعني، وبعد كده اديها قليه كامله، فبتبقى صراحه جميله وطعمها حلو.
هنا بقى الكيسة دي لميت لي كل التنظيفات زي ما انتم شايفين، هروح ارميها. وهنا بقى جهزت الطماطم للفول. عايزه اقولك الفول ده بيتي اللي انا عاملاه في البيت زي ما قلت لكم في اول الفيديو. بصوا فاتح، هو مش غامق خالص ولونه فاتح وطعمه جميل وتحفه. هتشوفوه معايا هعمله بالطماطم والثوم. هنا الاول احمر بقى فصين الثوم. الحاجه الوحيده اللي مضايقاني ان الثوم ده اللي هو هتشوفوه معايا لونه مخضر كده، مش عارفه ليه. يعني الثوم ده اللي هو الصيني، كنت البلدي بتاعي خلص فاشتريت اللي هو بيبقى في شبكه ده، عارفينه؟ فمش عارفه ليه لونه بصوا زي اللي مخضر كده، مع اني محافظه عليه وطول عمري بشيل التوم مفروم في الفريزر. فخايفه الصراحه منه. اللي يعرف معلومه يا ريت يعني يوصلها لنا والكل يستفاد. اول مره التوم يعمل معايا كده ويعمل اللون ده الصراحه، يعني استغربت اوي. هنا اديته بقى اللون عادي احمر حلو، ونزلت عليه بالطماطم والفلفل. وده اسرع طريقه فول ممكن تعمليها، واطعم كمان طريقه فول، بيبقى طعمه حلو قوي. في ربع طماطمايه هنا صحيح هطلعه واخرطه، اخدت بالي منه. وانا بقلب بعد كده يعني بالكمون. وخلاص الكيكه بتاعتي كمان ريحتها كده فكفجت، فروحت بصيت عليها لقيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وانا المكروف عندي فيه حاجه كده، حسيت ان فيها جنب وجنب، بس هي ما شاء الله عاليه وماليه الصينيه وطريه جدا. دلوقتي بقى بصوا هحضر خلاص العشاء بتاعنا. دي معايا كده جبنه قريش ههرسها، هتشوفيها عاملها بالبيض. الاولاد الصراحه ما بياكلوهاش كده خالص. فلما جربتها بالبيض بدأوا ان هما ياكلوها. طبعا الجبنة القريش تحفة، والقيمة الغذائية بتاعتها ما شاء الله يعني عالية ومليانة بالكالسيوم. وقطعت بقى هنا شرايح جزر وخيار وطماطم وفلفل يعني سلطة بس على الطريقة التركي، شرايح كده. مش جنب الأكلة دي يستحسن ان تقطع كده شرايح. بالنسبة بقى للفول انا هنا خلاص اهو عملته وفضيت الفول على الصلصة اللي انا عملتها معاكم بالشكل ده. شايفين الفول البيتي ولا اسمر ولا اي حاجة، وتحفة ما شاء الله يعني. وكمان البطاطس اهي شغالة على العين التانية. هنا بقى هعمل الفول. طبعا بالنسبة قصدي البيض، انا هنا حاطة قطعة زبدة صغيرة وبعد كده حاطة زيت ذرة، عشان بردك الجبنة مش هينفع ان هي تبقى بسمنة يعني. بس انا حاطة قطعة صغيرة خالص زبدة والباقي ده زيت ذرة. دول 3 بيضات على الكمية اللي انا هرستها معاكم. حلوة اوي، جربوها. لو ولادك مش بياكلوا البيض بسمنة او مش بياكلوا الجبنة القريش، اعملي لهم الميكس ده. الطعم الصراحة حلو قوي، والبنات عندي وحتى يحيى كمان حبوه. وانا ذات نفسي يعني الصراحة لما كلتها عجبتني، مش وحشة، بيبقى طعمها حلو قوي. هلخبط بقى البيض بالجبنة كده بالشكل ده. وكده الاكل بتاعنا خلاص جاهز. عشا كده شعبي خفيف. عايزه اقول لكم ان هو مش عشا بس، ده يعتبر عشا وغدا. في اليوم ده اتغدينا وخري قوي، فكان هو يعتبر عشا وغدا. وادي بقى العشا بتاعنا، وادي الكيكه للفطار ان شاء الله. حطيت بقى الرفت الجميل بتاعنا والفول. فلو عجبك بقى الفيديو متنسينيش الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.